ازيكم يا جماعه؟ الاخبار، انا عمر راتب ودي راتب ريفيوز. في الحلقه دي من سلسله المظالم اللي بجد بقى هنتكلم عن فارامير 6 سكنز او فارامير 6 جلود. الحلقه دي ليست لاصحاب القلوب الضعيفه، للكبار فقط. لو قلبك رهيف احنا هنا داخلين في الغويط قوي. بنتكلم على واحد من اوسخ واقوى واسطوره في عالم الجليد والنار، مش موجود خالص في المسلسل. ومن هنا بقى احنا ايه يعني سلسله المظالم هنبتدي نخش بقى في ناس مش موجوده في المسلسل، موجوده في الكتاب بس. يعني طبعا في بريان هتيجي معانا ان شاء الله قدام، بس عايزين بقى نركز على المظالم اللي بجد بقى. تنساش يا صديقي تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نودي. مبدئيا لازم تبقى عارف مبدأ كده انت عارفه يعني، بس عايزين نراجعه مع بعض، وهو السكين تشينجرز او الوارجز. ودول الناس اللي بيعرفوا يدخلوا جوه جسم كائن تاني ويتحكموا فيه ويحسوا بأحاسيسه، ياكلوا مكانه ويشربوا مكانه ويعملوا حاجات تانية هتعرفها بقى في الحلقة دي، ويعيش جواه. ودي أهم نقطة من السكين تشينجرز اللي انت عارفهم او اللي معروفين جدا. هم الستاركس كلهم: جون، روب، بران، ريكون، سانسا واريا. كل دول بيقدروا يدخلوا جوه الديابة بتاعتهم، حتى لو ما دخلوش بس كلهم عندهم هذه القابلية، وبمختلف بقى القدرات بتاعتهم. وفي ناس مرنت نفسها كويس جدا زي بران مثلا، وفي ناس ما اكتشفتش القدرات دي عندها زي سانسا. وفي النص غيرهم في الحكاوي والتاريخ ناس اساطير كانوا عندهم هذه القابلية. واحد بيدخل جوه صقر كبير جدا اسمه بنديكت بلاكمونت. ناس من هاوس مورمونت كانوا بيدخلوا جوه الدببة بتاعتهم. واحد من الفيرست مان او الرجال الاوائل اسمه جافن جراي وولف، وده اتقتل من ملك من ملوك الشتاء زي ذا وارج كينج او ملك اللي بيدخلوا جوه الناس، وده برضو اتقتل من ملك من ملوك الشتاء. الستاركس عرفوا يقتلوه ويقتلوا كل الحيوانات اللي هو بيدخل فيهم ويقتلوا كل ولاده، ولكن خطفوا بناته واتجوزوهم بقى وحاجات كده. وعشان كده احنا عندنا دلوقتي ستاركس سكين تشينجرز. اهم واحد في الناس اللي عندهم هذه القابلية هو المعلم الكبير بريندن ريفرز او الغراب ابو 3 عيون. وده بيقال ان هو اخر السكين تشينجرز، وده خلاص كده الايه الختام. كانوا فاكرين كده لحد بقى ما الستاركس اللي قلت لك عليهم دول جم. وفي الوايلدلينجز في كذا واحد اسمه بوروك بيدخل جوه خنزير بري، براير بيدخل جوه قطة ظل او نمر، جريزيلا بتدخل جوه معزة، اوريل انت عارفه كويس جدا وده بيدخل جوه نسر. واوريل ده هنخش معاه، ده فيه هيخش معانا في القصة النهاردة. هاجون المعلم رشدان الجامد جدا عنده ذئب بتاعه اسمه جراي سكين، وده المعلم رشدان بتاع بقى ايه بطل حلقتنا النهارده فارامير 6 جلود. والست جلود دول هم 3 ديابة، واحد بعين واحدة اسمه ابو عين واحدة، واحد اسمه ستوكر، واحد اسمه سلاي، دبة قطبية كبيرة بيخش جواها، وقطة ظل كمان او نمر كمان. ادي كده 5، وهو شخصيا جسمه ده السادس، فاسمه فارامير 6 جلود. حاجة يعني ما حصلتش قبل كده. عشان نعرف هو ازاي وصل للعظمة دي، هو بقى لورد كبير يعني، حد الناس كلها في الوايدلينجز بيبصوا له بصة الحاجة شبه آلهة يعني، استغفر الله العظيم، من كتر ما هو عنده قدرة خارقة ان هو عنده 6 جلود. وبيمشي بقى بيهم بقى مع 3 ديابة ودبة ونمر، وهو راكب على الدبة ومحدش بيقدر يقرب له يعني. فده اللي احنا هنحكي قصته، وقصته دارك جدا جدا جدا. فيعني ايه، مش لازم تجيب حاجة تاكلها قوي يعني، ممكن تجيب حاجة تشربها تهدي أعصابك. كان في عيلة شمال الجدار لطيفة جدا، راجل وايلدلينج ومتجوز واحدة وايلدلينج، وخلفوا يعني بنت اسمها ميها. وبعد كده
الام حملت تاني، وكانت بطنها قابه كده، بالانجليزي بيقولوا عليها لامب. فالبنت ميها دي كانت بتقول لها انت عندك لامب، عندك لامب. فهي ايه، قال لك احنا هنسمي الواد ده لامب، وخلفوه اتسمى لامب. هو ملوش اسم، اتسمى لامب الواد ده. خلاص بعد كده حملت تاني، فقالت لها لا انت المره دي عندك بامب. فالواد برضه سموه بامب، ما سموهوش اي اسم، فالاتنين ما تسموش. بس لامب ده اتولد بدري شهر، كان على طول عيان وعنده مشاكل صحية، انما بامب كانت صحته تمام. والأسرة دي عايشة مع بعض لحد ما لامب الأخ الكبير كان عنده 6 سنين، سمع ان امه عايزة تسمي بامب على اسم الأب. ودي معناها ان ده الايه الحيلة، وده المهم، وده معناها ان لامب كده ما بقاش مهم، لامب كده اتبقلش. فلامب اتغاظ. هما كان عندهم 3 كلاب، لوب تيل او ابو ديل ملوي، لوب تيل وسنيف وجراولر. 3 كلاب دول بتوعهم. خلاص لامب كان الاب مش موجود، واستنى كده ايه الدنيا كده في الهادي، وراح دخل جوه كلب من ال3 كلاب وقتل اخوه بامب. فالاب رجع لقى بامب مقتول، وال3 كلاب حواليه باين ان واحد منهم هو اللي قتله. الراجل راح ناده على الكلب الاول سنيف، ولما جاله سنيف ده راح بالفاس ضربه مرتين وهو متأثر جدا لحد ما عرف يقتله. وبعد كده نده جراولر، وجراولر راح له وضربه بالفاس لحد ما قتله. وبعد كده راح ناده لوب تيل الكلب المطيع اللي شاف الاتنين التانيين اتقتلوا قدامه، راح برضه. ولكن لامب كان خايف عليه، ان لامب هنا بيعرف يدخل جوه الكلاب دي، وفي 2 منهم ماتوا. فهو دخل جوه لوب تيل علشان يحاول يقول لابوه ما تقتلش الكلب. فدخل جوه الكلب ده وحاول يقول لابوه، بس اللي طلع منه هو هوهوه ان ده كلب ما بيتكلمش. فالراجل ضرب الجمجمة بتاعة لوب تيل في الوقت اللي كان لامب جوه لوب تيل. فالقسمة بتاعة الجمجمة دي خلت الولد الأخ يصوت. وهنا الأب عرف إن ابنه ده سكين تشينجر، ودخل جوه الكلب من الكلاب دول علشان يقتل أخوه. فراح واخده من قفاه وراح بيه في الغابة. الورجز معروفين، وفي واحد ورج معروف او سكين تشينجر، يعني خلينا نقول ورج وبتاع اسهل، اسمه هاجون، اللي هو المعلم رشدان اللي قلت لك عليه ده. وراح رماله لامب، ابو لامب راح رمى لامب كده، قال له خد ده ربيه. وقال للامب روح اقعد مع اشكالك، انت مالكش مكان وسطنا. وراح لامب علشان يبتدي حياته مع هاجون اللي علمه كل حاجة ليها علاقة بالسكين تشينجينج او انك تغير جلدك. في محرمات بالنسبة لأي سكين تشينجر اتعلمها لامب من هاجون، زي مثلا ان انت تبقى جوه حيوان وتنام مع حيوانة تانية، زي مثلا ان انت تدخل جوه بني ادمين. دي حاجات محرمات ممنوع تعملها، وتعلم منه لامب. وبعد كده قال له الحيوانات اللي سهل جدا تدخلها زي الكلاب، ده كأنك بتلبس جزمة، الموضوع سهل جدا لو انت عندك القابلية دي انك تدخل جوه اي كلب. وبعد كده حيوانات بقى اصعب، بقى في بقى الولف، بعد كده الديب ده اصعب منه، والدببة والطيور وبتاع، والحاجات دي صعبة جدا، وبيبتدي يعلمه حاجات كده. غير كده علمه ازاي يعيش في الخلا، وان هو يقدر يستحمل ويظبط نفسه بالموارد اللي معاه علشان يعمل نار، علشان يصطاد. تعلمه ازاي يعيش في الغابة. هاجون ابتدى يعلم لامب كل الكلام ده لحد ما لامب كبر وسمى نفسه فارامير. فارامير وهاجون كانوا بيقابلوا حرس الليل كذا مرة، علشان حرس الليل وهاجون كان في بينهم تجارة.
ففرامير كان بيحلم انه يروح جنوب الجدار ويشوف في ايه هناك. اما بقى عنده 10 سنين فرامير، هاجون كان عجوز وبيموت، وعنده ديب بتاعه اسمه جراي سكين، وقال فرامير انا مش هموت ولا حاجة، انا هخش جوه جراي سكين وهعيش وهكمل حياتي كديب اسمه جراي سكين. ولكن اول ما كان بيطلع في الروح خلاص ولسه هيخش جوه جراي سكين، فرامير دخل قبله، دخل جوه الديب بتاع هاجون علشان هاجون يموت وما يلاقيش مأوى لروحه تكمل فيها. هنا فرامير كان مسمي نفسه فرامير 3 سكينز، وبعد ما بقى معاه هذا الديب بقوا 4 سكينز. عدت السنين، دخل جوه حيوانات كتير، مات 8 مرات وهو جوه حيوانات مختلفة، ولكن كل موتة من دول كانت بتخليه أقوى، بتخليه عنده خبرة أكتر. ويقال إنه كان بيدخل معارك وهو راكب دبة ضخمة جدا جدا قطبية. أخد المأوى بتاع هاجون اللي معمول من الخشب وبتاع قلعة كده خشبية كده كبيرة في الغابة، ده بقى مكانه. بقى لورد، دستة قرى حواليه بيعبدوه يعني بالنسبة لهم ده حاجة كبيرة جدا جدا وقوة عظمى. كان وسخ، ولما بيبقى عايز يغتصب أي واحدة من القرى اللي حواليه بيدخل جوه النمر بتاعه أو قط الظل ويروح يجري ورا الستات، يخليهم يجروا من هذا الوحش المفترس لحد ما يدحلبهم ويجيبهم الحجر بتاعه بقى او المأوى بتاعه، القلعة بتاعته الخشبية دي، علشان يغتصبهم هناك. قرايب الستات دول كانوا بيحاولوا يقتلوا فرامير ولكن قتلهم كلهم، ولكن ما كانش بيعمل حاجة في الستات، كان بيقطع حتة من شعرهم يخليها معاه. ستات كتير من اللي هو عمل فيهم كده حملوا وخلفوا، ولكن كل ولاد فرامير ما كانش عندهم هذه القابلية بتاعت السكين تشينجينج، كانوا ضعفاء وعيانين وتعبانين. لحد ما قوته العظيمة دي وصلت لمانس ريدر اللي تحالف معاه، وفرامير بقى دراع اليمين بتاع مانس ريدر، وبقى حاجة قوة ضاربة جدا في الجيش بتاع الوايدلينجز. بيظهر معانا في الكتاب الثالث A Storm of Swords أو عاصفة السيوف. لو تفتكر أوريل اللي أنا حكيت لك عليه، أوريل ده كان بيخش جوه النسر بتاعه، وده جون سنو قتله، ولما قتله النسر ده هو اللي نزل وخربش وش جون سنو، عوره جامد جدا جدا، وكاره جون سنو وبيجري ورا جون سنو بقى كل شويه يلاقي النسر بيلف حواليه عايز يقرمه. فده اوريل جوه النسر او شويه من اوريل جوه هذا النسر. اللي دخل بقى جوه النسر بقى كان فرامير 6 سكينز، ولما دخل جوه النسر ده كان لسه متبقي شويه من اوريل. ففرامير لما قابل جون سنو كان بيكرهه جدا من اول نظره، عشان هو حته من اوريل اندمجت معاه. ده غير انه اول ما بيشوف جون سنو ومعاه داير وولف بقى ذئب رهيب ابيض اسمه جوست، بيقولك على طول ان جون سنو ده وارج برضه زيه زي جوست. الداير وولف بتاع جون كان بيكره فرامير وكل ما بيشوفه بيتجنن. نفس الكلام اي حيوان من الحيوانات اللي فرامير بيركبهم، الديابة بتاعته او الدبة او القط الظل، الحاجات دي بتجنن جوست جدا. بعد كده بنعرف ان فرامير ده كان عايز ياخد الديب بتاع جون منه، ولكن مانس ريدر رفض، مع ان فرامير قال له دي حياة تانية ملكية، ان الحياة التانية بتاعت واحد تبقى في جوست او في داير وولف زي ده. وهنا دي تقريبا فورشادوينج او دلالة على ان غالبا حياة جون سنو التانية هتبقى في جوست. فرامير بيدخل في النسر بتاع اوريل وبيطير وبيشوف جيوش ستانس براثيان اللي جاي على الجدار، وجايه بقى ايه تفاجئ الجيش بتاع مانس ريدر
اللي واقف شمال الجدار وناوي يقبل على الجدار، ولكن ميليساندرا بتعمل فاير ماجيك كده ابرا كدابرا تحرق النسر ده. فانت متخيل بقى اتحرق وفرامير جواه. دي حاجة بتجنن فرامير، بتخليه فعلا يبقى مجنون وبيفقد السيطرة على كل الحيوانات بتاعته اللي كلهم بيهربوا من هذه المعركة. المعركة اللي بيكسبها ستانس بالجيوش بتاعته والوايلدنجز كلهم بيتفشخوا. فرامير بيبقى ضعيف مكسور، كل ممتلكاته ضايعة منه، لسه مجنون من الحرقة اللي هو اتحرقها. القط الظل بتاعه هرب والدبة هربت، ولكن التلات ديابة رجعوا له بقوا معاه. فرامير بيهرب مع شوية ناجين من هذه المعركة، ولكن ما بيقول لهمش ان هو فرامير. بيسمي نفسه هاجون على اسم الراجل الكبير اللي علمه. كل الناس بتسيبه واحد ورا التاني لحد ما بيفضل له بس سبير وايف او الست محاربة اسمها ثيسل، دي اللي بتفضل معاه وهو متعسف ومفشوخ. بيلاقي زي فرو كده سناجب معمول كده زي عباءة محطوطة على واحدة ميتة، فبيقوم رايح علشان يسرق هذه العباءة. بيطلع ابن الست دي مستخبي تحت العباءة وبيقوم غزه بس سكينة من عظم كده معمولة من العظم، وبيقوم غزه غزة قاتلة. الست اللي اسمها ثيسل دي بتعالجه، بس هو بيبقى عارف ان هو هيموت، وبيفكر انه يعمل العملة السوداء اللي هاجون حذره منها، ان هو يدخل جوه بني ادم. دي حاجة محرمات جدا جدا، ولكن هو ما بيلاقيش قدامه غير ثيسل دي اللي عايشة، وهو ممكن يعني ايه يدخل جواها، بس بيبقى خايف علشان هو يعني ما عندوش قوة تماما وبيموت. بيسند على اي حاجة وبيحاول يمشي وبيحاول يتحرك. ثيسل دي بتسيبه وبينام ويصحى ما يلاقيهاش، بيبقى بيموت فعلا وبيبتدي يتحرك. يتحرك سند على عصاية بتتكسر، بيقع في التلج، بيبقى حاسس ان هو خلاص هيتدفن في التلج هنا، ولكن بتجيله ثيسل دي تاني علشان تحذره ان الاخرون والزومبيز بتوعهم جايين. وهو بقى ايه، بدل ما يسمع الكلام وهي الست جايه بتحذره وبتعالجه وبتاع، فراح داخل جوه جسمها. ولكن مش كل الناس عندها القدرة ان هي تدخل جوه جسم بني ادم، دي اصعب حاجة بقى في الدنيا تماما. وده خلى الست سنانها تخبط في بعض جامد وجسمها يتلوى جامد بشكل مرعب جدا جدا. سنانها كلها تتكسر، يحس بطعم الدم في بقه علشان عضت لسانها وقطعته بايديها، طيرت عينيها الاتنين وهو مش عارف يتحكم. فهي فشخت نفسها علشان هو ما ياخدش جسمها. وبعد كده جسم فرامير بيموت وبيدخل جوه الديب اللي فاضله ابو عين واحده. ومن بعيد بعد كده بيشوف جيش الاخرون اللي جاي عليه، ومعاهم ثيسل اللي هو قتلها، وهي بصاله كديب بقى دلوقتي وفاكراه ورايحاله علشان تخلص عليه. وهنا بتنتهي قصة فرامير الست جلود اللي اتمنى تكون عجبتك. فرامير كان بيتكلم مع جون سنو على موضوع الورجنج او السكين تشينجنج. بيقول له زي ما الحصان لما بتركبه السرج وبتاع وتركبه وتعلمه ويتساق شويه خلاص ممكن اي حد يركبه ويسوقه، نفس الكلام مع السكين تشينجنج. لو اي حيوان اتركب قبل كده سكين تشينجنج ستايل او حد دخل جواه قبل كده، بيبقى سهل جدا انك انت لو عندك القابليه دي تعرف تدخل جواه. فزي ما اورل دخل جوه النسر بتاعه، انا عرفت برضو ادخل جواه واخد النسر ده يبقى بتاعي. بس الموضوع بيبقى من الناحيتين. يعني اورل ده دلوقتي عايش جوايا وبيوشوش لي ويقول لي قد ايه هو بيكرهك يا جون سنو. فارامير هو صاحب اول تشابتر في الكتاب الخامس، هو البي او في كاركتر بتاعه، المقدمه بتاعت الكتاب الخامس. وده تشابتر حلو جدا جدا، ممكن اعمل لكم حلقه حكاوي سبيشال ونحكيه لو انتوا حابين. شخصيه قذرة ولكن قوية جدا جدا وعنده قدرات رهيبة.
عالم السحر بتاع جورج مارتن ده جميل، وهو من اوسخ ما فيه ولكن من احلى ما فيه برضه، في طريقة الكتابة بتاعته وتصميم الشخصية المرعبة دي بتاريخها كأنه سيريال كيلر بالظبط يعني، وبياخد شعر الستات يخليه معاه وبتاع، داكستر جدا يعني. وبس يا صديقي، قول لي بقى ايه رأيك في قصة فارامير، عجبتك ولا ما عجبتكش؟ متنساش تقول لي بقى في الكومنتس، انا بحب الكلام ده جدا جدا. ولو عايز نقرا الشابتر بتاعه ابقى قول لي في الكومنتس برضو. وميرسي جدا جدا يا صديقي. باي باي.